النهارده هناخد درس جديد. أول درس في الوحدة السابعة بيتكلم عن الضرب، في استراتيجيات للضرب اسمها استراتيجية المستطيل، طيب استراتيجية المستطيل دي بتتعمل ازاي؟ ركز معايا. ناخد مثال. أول مثال هنا بيقول ايه؟ هنا بيقول لي عايز يضرب 6 في 24 بس باستخدام نموذج المستطيل، بعمل ايه؟ بسأل والله هنا ده كم رقم؟ وهنا كم رقم؟ 2 في 1 يبقى انا كده هقسم المستطيل بتاعي خانتين، هنا خانة للآحاد وخانة للعشرات. دي كام؟ 4 والاتنين 20. طب والستة هي خانة واحدة هتتحط قصاد المستطيل الواحد، قصاد الخانة الواحدة. في مشكلة؟ بعد إذنك ما تعملش حاجة وركز معايا. طيب أي حد من دول هيتضرب في الستة، هيتضرب في كام؟ في 6. 6 في 20 نزل الصفر، و6 في 2 ب 12 بس كده. طب هنا 4 في 6 ب 24. الرقمين دول بقى اعمل فيهم ايه؟ اجمع 120 زائد 24. 4 زائد 0 4. 2 زائد 2 4. الواحد يروح نازل. يا مستر مش فاهمين. تعالى السؤال اللي بعده. دول كم رقم؟ 3. وده كم رقم؟ 3 في 1 يبقى انا هقسم المستطيل 3. 1 2 3. عملته 3 اجزاء. الجزء الاول للاحاد عشرات مئات، 3 احاد 8 يعني 80، والواحد ده ايه؟ 100. ودي كام؟ 5. اي رقم من دول هضربه في 5. 100 في 5 500. 80 في 5 يا مستر صعبة. لا يا عم نزل الصفر واضرب 5 في 8 ب 40. 3 في 5 15. أعمل في الثلاث أرقام دول إيه؟ أجمعهم. يلا أكتب 15 زائد 400 زائد 500. 5 وصفر 5 وصفر كمان 5. بعد كده 1 وصفر 1 وصفر 1. دول خلصوا 4 و5 9. 915. في حد عنده أي مشكلة؟ حد عنده أي صعوبة؟ طيب هتتفضل تحل، تكتب دول وتحل دي عندك دي بس. ركز معايا في السؤالين الجمال دول. دلوقتي عايز اضرب 8 في 407. ده رقم في 3 ارقام، 1 في 3 ب3، يبقى هقسمها كام؟ 3 اجزاء. 1 2 3. طبعا ال3 اجزاء دول بتوع الاحاد والعشرات والمئات. هو مين فيهم فيه احاد وعشرات ومئات؟ 407. يبقى 7 وصفر والاربعه دي في المئات يعني 400. فاضل ال8 اهي. يلا كل الارقام دي تتضرب في كام؟ في 8. 7 في 8 ب 56. 0 في 8 ب0. نزل الصفرين واضرب 4 في 8 ب 32. نجمع بقى دول كلهم، بس الصفر ده مش هيتجمع. يبقى 3200 زائد 56. 6 وصفر 6. 5 وصفر 5. فاضل 32 تنزل. يلا بينا. 3 ارقام ورقم. 3 في 1 ب3. 5 السبعة دي يعني 70.
والتلاتة يعني 300. فاضل مين؟ 3. يلا كل دول يتضربوا في كام؟ في 3. 3 في 5 15. 3 في 70 نزل الصفر. 7 في 3 21. نزل الصفرين. 3 في 3 بكام؟ ب9. نجمع كل دول بقى. 15 زائد 210 زائد 900. يلا 5 وصفر وصفر يعني 5. 1 زائد 1 2 وصفر 2. طيب 2 و9 11. في أي مشكلة؟ طيب دي كانت طريقة الضرب باستخدام نموذج المستطيل أو مساحة المستطيل، بيتقال كده وبيتقال كده. هناخد دلوقتي بقى طريقة تانية اسمها التوزيع. طريقة تانية اسمها ايه؟ التوزيع. في أي مشكلة؟ في أي صعوبة؟ طيب أمسح. طريقة التوزيع طريقة سهلة وجميلة، عايزك تركز فيها. ركز معايا. الرقم اللي قاعد لوحده اكتبه 3 بس فيه وافتح قوس جنب منه. مش أهم حاجة تكتبي. 58 عبارة ايه؟ 8 زائد 50. يبقى 58 معناها ايه؟ 8 زائد 50. هنا الجيش المصري وهنا الأعداء. تمام؟ طب احنا عايزين نطلع صاروخ يضرب الأعداء. بنعمر أكننا حدفنا صاروخ. بوم. 3 في 8 بكام؟ ب 24. يلا الصاروخ التاني. بوم. طبعا الزائد تنزل. 3 في 50 يبقى الصفر ينزل، و3 في 5 بكام؟ ب 15. اعمل ايه في دول بقى؟ اجمعهم. 4 زائد صفر 4. 2 و5 7 والواحد ينزل. بس كده. فيها صعوبة؟ المثال اللي بعده. يلا بينا. ادي السبعة الجميلة. في 2 زائد 10 زائد 400. يلا السبعة هتطلع صاروخ. بوم. 7 في 2 ب 14 زائد صاروخ تاني. عمر. بوم. 7 في 10 ب 70 زائد صاروخ تالت. بوم. يلا الصفرين ينزلوا. 7 في 4 ب 28. تعال نجمع. 4 زائد صفر 4 وصفر 4. 1 و7 8 وصفر 8. خلصوا دول صح؟ فاضل 28. فيها صعوبة؟ يلا اضرب شوط صواريخ انت بقى في دي. رقم 3. يلا نركز في المسألة الأخيرة دي. يلا ال5 دي رقم لوحده صح؟ يبقى هنكتب 5 فيه ونفتح قوس. دي 4 زائد الصفر سيبك منه. ال6 في المئات يعني 600. يلا صاروخ من 5. بوم. 5 في 4 ب 20 زائد 5 في 600. بوم. نزل الصفرين. 5 في 6 30. جمع صفر وصفر صفر. 2 وصفر 2. فاضل ال 30 اكتبها. ركز معايا. دي 3 في يلا 8 زائد 70 زائد 200. يلا صاروخ. 3 في 8 ب 24 زائد 3 في 70 نزل الصفر، و3 في 7 21 زائد نزل الصفرين، و3 في 2 بكام؟ ب6. اجمع 4 زائد صفر 4. 2 و1 وصفر 2. المفروض 4 وصفر وصفر.
واثنين وواحد وصفر. فاضل مين ما كتبش؟ 2 وستة 8. في أي مشكلة؟ لا. في أي صعوبة؟ لا صح يا مستر. الصفحة اللي في وشها واجب. اللي بعدها قولي في وشها. هو